يا مساء الفل أو صباح الفل. على حسب بتتفرج على الفيديو امتى. كنا اتفقنا من أسبوع أو أسبوع وشوية إن احنا نتكلم عن التوبيك بتاع الايجنتس، وكنا اتفقنا برضو إن احنا هنتكلم أو هنستخدم الفريم ورك بتاعت لانجراف. طيب، فالنهاردة هندي كده انترو سريع عن اللانجراف يعني، وليه اللانج تشين ممكن ما تبقاش كفاية، وإن إحنا ممكن نستخدم اللانج جراف عشان ناخد capabilities أو يبقى في كنترول أكتر على الورك فلو بتاع السيستم بتاعنا. وتالت حاجة، هناخد كده كود بسيط. هنعمل جراف كده بسيط، مجرد إيه نعرف إزاي كبيزكس نستخدم اللانج جراف. فإن شاء الله ما يبقاش فيديو طويل و تستفيد منه. طيب، أول حاجة لما كنا بنعمل قبل كده، لما اتكلمنا قبل كده مثلا كنا بنستخدم التكنيكس بتاعة الانهانسنج بتاعة الراج. كان السيستم بتاعنا عبارة إن أنا بأكستراكت الدوكيمنت، بعد كده بعمل التشانكينج، بعد كده الامبيدنجز، بعد كده بريتريف الدوكيومنتس، بعد كده الجنريشن زي ما احنا ايه شايفين في الجراف اللي فوق دوت. كان الموضوع عبارة عن تشين، إن أنا بخلص ستيب، بنط على اللي بعدها، بنط على اللي بعدها، بنط على اللي بعدها. الموضوع عامل زي السلسلة، حتى هي من اسمها ايه لينك تشين. عبارة عن سلسلة، بعمل أول عقدة في التانية في التالتة في الرابعة. فالموضوع ماشي in one step. ما ينفعش مثلا بعد ما خلصت الريتريفل أرجع مثلا تاني اكستراكت الدوكيومنت تاني، أو ما ينفعش أرجع تاني أعمل أيا كان أنا عايز أعمل إيه، أو عايز أعيد أوبريشن معينة. ده ما كانش موجود في الحاجات اللي قبل كده. فكانت من المشاكل زي ما قلنا ان انا عندي forward only flow، زي ما كنا بنتكلم من شوية. لو عايزين نعمل backward او حاجة، او اعمل iterations او اعمل loop، ده ما كانش موجود قبل كده. ومفيش conditional routing. يعني ايه؟ انا مثلا عايز على حسب الاوتبوت اللي طالع اروح انفذ اوبريشن معينة او اوبريشن تانية، ده ما كانش موجود عندنا. فبالتالي اللانج تشين في الكومبلكس ورك فلو مش احسن حاجه. امتى تستخدم لانج تشين؟ لو انت عارف الستبس بتاعت السيستم بتاعك ماشيه ازاي وعارف الفلو ماشي ازاي. زي مثلا يعني لو نيجي نمثلها مثلا ان انت تعمل اندومي او تعمل مثلا سويت اند ساور. الاندومي الموضوع سهل، انت عارف الستبس، مش محتاج تعمل اتريشن. هو الكيس موجود والاندومي موجود، هتسلقه تقوم حاطط التوابل والاكله جهزت. مفيش فيدباك، مفيش اي حاجه، هي الاكله خلصت. لكن حاجه مثلا زي السويت اند ساور، انا بحب الطبخ فكنت بعمل الاكله دي زمان. فانت محتاج بقى تشوف نسبة الكاتشب للخل، للصويا صوص، مش عارف ايه، للملح، للعسل، عشان الاكلة تطلع مظبوطة. لو حاجة زادت عن حاجة الاكلة هي هتحدق، يا ايه هتسكر بزيادة. ففي iterations، في مثلا فيدباك، انت بتحط حاجة ف بتشوف الاوتبوت، فعلى اساسها تبتدي ايه تظبط الدنيا. علشان كده في الكومبلكس ورك فلو يفضل تستخدم اللانجريف. يعني مثلا عندنا السيستم دوت، عملنا مثلا هنا ريتريفنج للدوكيومنت. بعد كده هعمل ايه؟ هل الدوكيومنت اللي انا جبتها دي ليها علاقة مثلا بالسؤال بتاعي ولا لا؟ لو ليها علاقة همشي عادي جدا، هجنريت وخلاص. طب لو ملوش علاقة، بصوا، هعمل iteration، هرجع تاني. وخدوا بالكوا لما تلاقوا كده في اي جراف الخط بنقط كده، اعرف ان هو حاجه الكونديشنال راوتنج، ان انا ممكن امشي هنا. فبعد ما اعمل الجريدنج للدوكيومنت، لو لقيت ان هو مش ريليتد للي انا عايزه، هعمل راوتنج، همشي هنا، هريرايت الكويري، بعد كده هرجع تاني ريتريف، بعد كده هعمل جريدنج للدوكيومنت. تمام خلاص، امشي الستيب ديت، هعمل جنريت وهخلص. طيب،
يبقى كده هو حل مشكلة الاتريشن او اللوبينج. لو انا عايز اخد فيدباك عن او اعمل ايفالويشن لاوتبوت بتاع جزء معين. وبرضه ممكن اعمل موضوع ايه الراوتنج، يعني من الجريدنج دوكيومنت من النود ديت هنشوف بعدين ان اللانج جراف عبارة عن حاجة اسمها الستيت وحاجة اسمها النود وحاجة اسمها الايدجز. فانا عندي هنا من النود ديت كل بوكس اعتبروه زي نود. يعني دي نود دي نود دي نود. الاند دي نود بس هي متعرفة اوريدي في لانجراف فمش محتاجين لها اي امبلمنتيشن. ودي نود. والاسهم ديت احنا هناخد الكلام ده بعدين بس دي انترو بسيطة. والاسهم دي هي الايدج. فانا ممكن من النود بتاعت الجريد دوكيمنت اروح اجنريت واخلص، او ممكن اروح للنود اللي اسمها ريرايت كويري واجيب دوكيومنتس تانية ليها علاقة بالتوبيك اللي انا عايزه. طيب دي مقارنة بسيطة كده. اللانج جراف لانج تشين طبعا الموضوع كبير وفيه تفاصيل أكتر، بس زي ما قلت لكم إن إحنا إيه بناخد انترو كده عن الموضوع. إمتى ممكن تستخدم لانج تشين وممكن تستخدم لانج جراف؟ لانج تشين زي ما قلت لكم لو أنت عارف الطبخة. طبخة سهلة مش سهلة. أنت عارف الفلو ماشي إزاي والدنيا مش كومبلكس. فتروح لللانج تشين. زي ما قلنا ستاندرد دراج بايب لاين. لو البايب لاين ثابت ما فيهوش تعقيدات كتير طبعا تروح لللانج تشين. ما فيش لوبس ما فيش كونديشنال راوتنج. الدنيا وان شوت فتروح لللانج تشين. لانج جراف stateful and complex workflow. زي ما كنت بتكلم من شوية إن من الكومبوننتس بتاعت اللانج جراف كان في الستيت وفي النود وفي الايدج. الستيت تقدر تقول هي شيرد ميموري ما بين كل النودز بتاعتي. طب يعني ايه تقدروا تعتبروها كده زي الوايت بورد. كل ما اعدي على نود وتعمل اوبريشن بتتخزن في الستيت ديت عشان اعرف ايه اللي حصل. فلو انا عايز الورك فلو بتاعي stateful والورك فلو بتاعي complex فبالتالي هستخدم اللانج جراف. لو انا عندي loops and iterations او retries طبعا هروح لللانج جراف. لو في conditional routing زي ما قلنا ما بين النود انا ممكن ما يبقاش الفلو بتاعي ثابت، ممكن اروح هنا او هنا، فبالتالي اللانج جراف بتسهل عليا القصة دي جامد. طيب كان في جملة كده وبصراحة عجبتني وانا بحضر للفيديو. بيقول لك ان هو extension not replacement. يعني انا مش هرمي اللانج جراف اللانج اسف مش هرمي اللانج تشين دوت وخلاص وهو اللانج جراف هو الاساس بتاعي، لا. الجمله دي بتقول لك ايه؟ بصوا كده يقروا معايا. lang chain gives you the components. زي مين؟ زي ال LLMs زي ال embeddings زي ال retrievers. طب واللانج جراف دي بقى بتعمل ايه؟ lang graph is the blueprint that connects them into a structured stateful workflow. انت معاك الكومبوننت بتبتدي توظفها او تحط الفلو او تحط الجراف بتاعك. لو بنتكلم بشكل ادق اكتر السيستم بتاعك هيمشي ازاي باستخدام مين؟ باستخدام الكومبوننتس اللي هتديها لك لانج تشين. يعني لو احنا كنا في الاول عندنا ال LLMs والامبيدنجز والريتريفرز والتولز وبنديفاين التشين بتاعتنا عشان نطلع مثلا السمبل راج، لا. انا هيبقى عندي ايدج زي ما كنا بنتكلم نودز وايدجز وما بين النودز كل ما بتحرك من نود للتانية في ايه الستيت بتاعتي اللي هي شيرد ميموري. فالنود دي بتعمل حاجة مثلا النود ديت بتريتريف الدوكيومنتس. في نود تانية هي اللي بتعمل ايه بتجنريت الاوتبوت. في نود تالتة هي اللي بتريرايت الكويري عشان اجيب دوكيومنتس ريليتد اكتر بالتوبيك اللي انا عايزه. فبالتالي الموضوع قلب من ان هي مجرد تشينز ليه ان الموضوع بقى كومبلكس اكتر. فبستخدم الكومبوننتس بتاعت اللانج جراف ان انا هيبقى عباره السيستم بتاعي نودز. النودز دي عباره عن ايه؟ زي فانكشن. النود زي فانكشن بتنفذ حاجه معينه زي ما قلنا ديت مثلا بتاعت الجنريشن. دي بتاعت الريرايتنج كويري علشان اجيب دوكيومنتس احسن. نود تالتة بتعمل حاجه معينه وهكذا. طيب كان في قبل ما نخش على السلايد ديت كان في كده بيس اوف كود كنت عايز اوريها لكم. ثانية واحدة.
لو جينا يعني البروجكت دوت ممكن نبقى نتكلم عنه بعدين. انا عندي هنا دي النودز بتاعتي بتاعت السيستم اللي انا كنت لسه بكلمكم عليه، اللي هو بتاع ان انا اجيب الدوكيومنت، بعد كده اجريد الدوكيومنتس ديت، لو مش تمام مثلا هريرايت الكويري، وبعد كده اجيب الدوكيومنت، لو الدنيا تمام هبتدي اجنريت ايه الاوتبوت. فانا مثلا عندي هنا نود، النود دي بتعمل ايه؟ اسمها ريتريف. هنا يعني هنتكلم عن النودز بتتعمل ازاي، بس هنا الاسم وهنا اسم الفانكشن. يعني لو جينا هنا، لو جينا الامبلمنتيشن بتاع ريتريف، هي دي بريتريف الدوكيومنتس عادي جدا زي ما كنا بنعمل قبل كده. طيب تعالوا نرجع تاني لمكان ما كنا واقفين. ففي نود اسمها ريتريف، دي اللي بتعمل الريتريف. في نود اسمها جريد دوكيومنتس، هي اللي بتعمل جريد دوكيومنت. نود ريرايت كويري، هي اللي بتعمل ريرايت كويري. نود بتعمل الجنريت، اسمها جنريت، والاسم الفانكشن جنريت. طب انا علشان اعمل النودز ديت استخدمت مين؟ لو طلعنا فوق كده خالص، عادي جدا. يعني مثلا الامبيدنجز والاوبن اي اي، لو انا استخدم اوبن اي اي جبتها باللينكدين اوبن اي اي. لو انا استخدم باين كون عشان اخزن الامبيدنجز بتاعتي جبتها من لينكدين باين كون. طبعا هنا انا عشان اعمل الجراف عملت امبورت للجراف. آه فديت فعلا يعني انا لما كنت بحضر للفيديو دوت، الجمله ديت فعلا ايه معبره، ان هي بتقول لك ان اللانج جراف هي اكستنشن مش ريبليسمنت. ان انت هتجيب الكومبوننتس من لانج تشين وتبتدي تستخدمها علشان تعمل الورك فلو بتاعك، او تعمل الجراف بتاعك بمعنى ادق باستخدام مين؟ اللانج جراف. طيب، خدنا نبذه عن اللانج جراف، نبتدي بقى نشوف احنا هنشتغل ازاي باللانج جراف. زي ما قلنا اللانج جراف بتتكون مينلي من ثلاث حاجات. الستيت، كنا قلنا الستيت هي تعتبروها زي شيرد ميموري ما بين كل النودز. زي وايت بورد، كل ما نود مثلا بعدي عليها وتعمل حاجة معينة بتكتب في البوردة دي حصل كذا. اروح لنود تانية عملت حاجة معينة تكتب في في الوايت بورد ديت حصل كذا. فانا عندي زي شيرد ميموري اقدر اعرف إيه اللي بيحصل عندي في الايه في الجراف بتاعي. النود هي عباره عن فانكشن بمنتهى البساطه، تعمل حاجه معينه زي ما اتكلمنا، في نود للجنريشن، في نود للريتريفنج، في نود مش عارف بتعمل حاجه معينه. طيب علشان اتنقل من نود للتانية محتاج يبقى في لينك. اللينك مين؟ هو الايدج. زي ما كنت بتكلم معاك، هو السهم، هو ده. عشان اروح من نود للتانية محتاج الايدج دوت. فالايدجز هي الكونكشن ما بين النود وبعضها. لو بقى ستريت فورورد هروح من دي النود دي للنود دي، لو في كونديشنز عشان اروح من نود اروح لنود تانية، براحتك انت اللي بتحدد الورك فلو بتاعك هيمشي ازاي. طيب ده مثلا مثال بسيط للجراف. انا عندي هنا، عندي فلان جراف فيه تو نودز بيبقوا متعرفين اوريدي، الستارت والاند. انا هبتدي الايجنت هيعمل حاجه، لو الايجنت شايف ان هو خلص شغله خلاص هيعمل بصوا هنا متنقطه، فاكر متنقطه معناها ايه؟ يعني ممكن يروح هنا او ممكن يروح هنا. طب لو شايف ان هو خلاص خلص، هيخلص اللي كان المفروض يعمله وايه ويروح للاند، الابليكيشن بتاعه او الورك فلو بتاعي خلص. طب لو شايف ان هو محتاج في معلومه ناقصه عنده مثلا، ومحتاج ان هو يروح يجيبها ويرجع تاني، فبدل ما كان هيروح على الاند، لا هيروح على النود اللي اسمها يوز تول، او هيروح للتول الفلانيه ديت، هيروح يجيب اللي هو عايزه ويبقى ايه راجع تاني معاه الحاجه كامله، هيخلص الشغل بتاعه وهنروح للايه للاند. تمام. طيب لما نيجي بقى نبني وهنشوف الكلام ده في الكود كمان شوية، ايه الستبس اللي المفروض افكر فيها علشان اعمل جراف. اول حاجة هديفاين الستيت. هديفاين ايه اللي المفروض يتكتب على الوايت بورد زي ما كنا بنتكلم قبل كده. مثلا في الكود اللي احنا هناخده انا عندي ثلاث حاجات: الانبوت والاوتبوت ونمبر اوف ستيبس. الانبوت هو الانبوت بتاعي. كل ما اعدي على حاجه، يعني مثلا اول ما اعدي على نوت مثلا رقم ايه مثلا،
دي هتكتب حاجة مثلا بدل ما كان الانبوت افريكا سمول ليترز، لا انا اخليها كلها ابر، فيبقى الاوتبوت ابر. طيب انا عديت كم مره على النوت دي؟ مره، فيبقى ال النمبر اوف ستيبس بدل ما هو زيرو بقى واحد، فانا عرفت ان انا عديت على النود الفلانيه علشان الاوتبوت بقى من الاوتبوت بقى لور بقى upper cases، بدل مثلا افريكا كلها سمول كيس بقت كلها upper كيس، والستبس بقت 1. فانا خلاص عرفت ان انا عديت على النود ديت وعملت الفانكشن بتاعتها وكتبت على الوايت بورد، انا تمام. طيب هكريت الجراف، يعني النود دي هتروح على النود دي، بعد كده هتروح على نود كده، بعد كده في مش عارف راوتنج ممكن نروح هنا، كونديشنال راوتنج اروح هنا او اروح هنا. الايه الجراف بتاعي يبقى عامل ازاي؟ اد نود، انا بزود النودز بتاعتي. يعني هيبقى عندي نود بعرف في الجراف، انا هيبقى عندي نود اسمها نود اسمها ريتريفل، وبدي وطبعا ببصيله الفانكشن بتاعت الريتريفنج، مثلا نود اسمها جنريشن، نود اسمها مش عارف ايه، وهكذا، مجرد معرفه بس. الاد ايدجز بقول انت مثلا النود الفلانيه اللي هي الريتريفنج هتبقى متوصله بالنود اللي اسمها جنريشن بالطريقه الفلانيه. خلصت الكلام ده كله، ببتدي ايه اكومبايل. انا بعد ما عرفت الجراف، بعد ما كريت الجراف وعرفت ال هيبقى الورك فلو بتاعي ماشي ازاي، محتاج يبقى الجراف ده اكسكيوتابل. فبالتالي بعمل موضوع ايه، موضوع الكومبايل دوت عشان اقدر اعمل له انفوكيشن. طيب تعالوا آه ننفذ الكود بتاعنا. فلو جينا هنا مثلا، انا هنا بامبورت الحاجات اللي انا محتاجها، مثلا هنا الستارت والاند. هنا علشان اعرف الستيت بتاعتي، لو كنتوا فاكرين الستارت والاند دولت بيبقوا متعرفين اوريدي عندي. انا هستخدم هنا اوبن اي اي، فبستخدم لانك تشين اوبن اي اي. ايه تاني؟ دي طبعا الهيومن مسج والاي اي مسج والبيس مسج، طبعا كلنا عارفين الكلام دوت من لانك تشين. آه اللود انف علشان استخدم الاوبن اي اي بي اي بتاعتي من اللود انف بتاعي. زي ما احنا قلنا في الستيت بتاعتنا، هنبقى عندنا ثلاث حاجات. دي هنا اللي انا بعرف الستيت هنا، simple state. هيبقى فيها ايه؟ ثلاث حاجات زي ما قلنا. الانبوت هيبقى من نوع string، واوتبوت من نوع string، وستيب من نوع int. طيب ايه هيبقى عندي كام نود؟ هيبقى عندي نود واحدة طبعا، بخلاف الستارت والاند. هيبقى ايه اسم النود بتاعتي؟ ايه اسمها؟ بروسيس. طيب البروسيس دي بتستقبل ايه؟ بتستقبل الستيت بتاعتي، فهيبقى اسمها ستيت من نوع ايه؟ من نوع سمبل ستيت. وبترجع ايه؟ بترجع ديكشنري. طيب هي هترجع ايه بقى؟ هترجع الاوتبوت. الاوتبوت عبارة عن ايه؟ ان انا هستلم الانبوت بتاع الستيت بتاعي. يعني انا اول ما هشغل الجراف هبصيل الانبوت بس، مش هبصيله حاجة تانية. ما هو الاوتبوت والستبس والكلام ده هيتعدل لما اشغل الجراف، لما اعمل له انفوكيشن. فبالتالي هنا الاوتبوت ان انا هاخد السترنج اللي اتبعت في الانبوت وهعمل له ابر كيس، ده بمنتهى البساطه الايه اللي هعمله. وايه هعمل ايه تاني؟ الستبس، انا عديت مره على النود اللي اسمها بروسيس، فالستيب هتاخد الستيب في الستيت وهتزود عليها واحد. يعني لو الستيب اوف ستيت كانت زيرو هتزود عليها واحد هتبقى واحد، وهكذا. فده اللي هيحصل ايه لما انفذ او لما اعمل اكسكيوشن للنود اللي اسمها بروسيس. تاني ستيب لو كنتوا فاكرين، هنا انا كده خلاص حددت الستيت. تاني حاجة بكريت الجراف بمنتهى البساطة. فاجي هنا هقول له جراف ستيت جراف، وهبصلها الستيت بتاعتي. طب الستيت جراف دي جبتها منين؟ من لان جراف عادي جدا. طيب دي تاني ستيب، مجرد بحدد الجراف مش اكتر. كنت قلت في الاول ان هي بحدد
النودز متوصلة ازاي، بس لا دي كانت غلطة في الإعداد هنا. بس أنا إيه بحدد إن أنا بعرف الجراف بتاعي، بعمله initialization مش أكتر. طيب، تالت ستيب بقاد النود. تعالوا هنا. أول حاجة جراف دوت اد نود. أول حاجة عندي البروسيس، ده الاسم بتاعها لو فاكرين. طب الفانكشن نفسها فين؟ بروسيس، اللي هي ديت. طيب، أنا عندي الستارت من فين بقى؟ لو جينا هنا بعد ما اد النود، لان هي نود واحده، انا بعمل حاجه واحده، يبقى دي خلصت. طيب، نيجي للاد ايدج. لو جينا هنا، انا الابليكيشن بتاعي بيبتدي من فين؟ من النود اللي اسمها ستارت. طب ستارت دي جت منين يا عم؟ انت ما قلتلناش عنها حاجه. اهي، قلنا ان هي اوريدي موجوده في الانجراف، بتعملها امبورت وخلاص. هي دي البدايه مش اكتر. فالبدايه بتاعتك من عند ستارت. طيب، من ستارت هتروح فين؟ انت بتحدد الايدج. من ستارت هتروح لبروسيس. انا اول حاجه هبتدي من الستارت او تروح للبروسيس. طب انا البروسيس دي فين؟ اهي، ما انا عرفت النود خلاص اهي. فيبقى انا بدايتي من الستارت هروح من البروسيس. طيب، بعد كده من بروسيس هتروح فين؟ انا خلاص الابلكيشن بتاعي. يبقى انا كده حددت الايدجز بتاعتي. تمام، حددت الايدج. طيب، بعد كده هعمل الكومبايل بتاعي. اب ايكوال جراف دوت كومبايل. كده انا ممكن اعمل له انفوكيشن. الجزء دوت من ان انا بطبع بس الايه الجراف بتاعي. فلو جيت نفذت الكلام دوت، عايز بس اوريكم الصوره. ودي من المميزات بتاعت اللان جراف، ان انت ممكن تطبع الورك فلو بتاعك الدنيا تمشي ازاي. فلو جينا هنا، احنا لسه هنشغل الابلكيشن ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما قلنا، انا عندي الستارت. من الستارت هروح لبروسيس، ومن بروسيس هروح مين؟ للاند. كده الورك فلو بتاعي خلص. طيب، بعد كده هعمل ايه؟ انفوكيشن للاب دوت. فبقول له result equal app dot invoke. فاكرين انا كل اللي محتاجه علشان اشغل الابلكيشن هو الانبوت. انا عندي لو فاكرين الستيت انبوت، اوتبوت، ستيت. فانا عندي الانبوت هنا هلو. الاوتبوت مش حاجه لان انا لسه ما شغلتش، والستبس بزيرو بس. بعد كده هطبع الكلام اللي طالع. فلو جينا نفذنا الكلام الجميل ده، انا هنا بطبع الايه الستيت بتاعتي، ايه اللي حصل فيها. هو بطيء ليه؟ اهو. فقال لك ايه؟ ان الانبوت هلو، والاوتبوت لو فاكرين في النود اللي اسمها بروسيس، الاوتبوت ما هو اللي انا خدت الانبوت من الستيت وخليتها ابر كيس، فبقى الاوتبوت ايه؟ هلو. والستبس البدايه بتاعتي كانت زيرو، فانا عديت على البروسيس مره، فبالتالي زود الستيب. بدل ما هي زيرو بقت ايه؟ بقت 1. فبقت الستبس ب1. بس كده. ده سيمبل جراف، وده شكل الجراف زي ما قلنا. انا الجراف بتاعي سيمبل عشان بس ايه نبقى عارفين الدنيا في اللان جراف ماشيه ازاي. انا حددت النود بتاعتي، وحددت الايدج هتبقى متوصله ازاي، وحددت الستيت بتاعتي انا محتاج ايه، وعملت انفوكيشن للورك فلو بتاعي، وبقى هو بالمنظر دوت. فاتمنى يكون ايه الكلام سهل. أه أنا كده خلصت. أتمنى ما يكونش الفيديو طويل أو في حاجات مش مفهومة. مستني الفيدباك بتاعكم. لو في أي كومنت، أي تعديل محتاج إن أنا مثلا أعدل حاجة، الطريقة الفلانية في الشرح مش أحسن حاجة، آه، أزود مدة الفيديو، أستفيض أكتر في الشرح. آه، بس كده. يعني دعواتكم الفترة ديت، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. سلام.